بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نكمل إن شاء الله شرح مختصر الأصول الستة للشيخ أبو الحسين محمد التميمي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: الأصل السادس: بيان الله سبحانه للأولياء وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعدائه المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والآية التي في سورة المائدة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وآية في سورة يونس، وهي قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسول، ومن اتبعه فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد، فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، فمن تقيد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. قول المصنف رحمه الله: بيان الله سبحانه للأولياء. كيف نعرف أولياء الله؟ هم الذين آمنوا بالله واتقوه واستقاموا على دينه. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ودعوى الولاية فيها تزكية للنفس، وهذا ينافي تقوى الله عز وجل. قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ثم ذكر المصنف رحمه الله 3 آيات. الآية الأولى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وهذه تسمى آية المحنة. قال الحسن البصري رحمه الله: كان ناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول الله، إنا نحب ربنا عز وجل حبا شديدا، فأحب الله تعالى أن يجعل لحبه علما، فأنزل هذه الآية. الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وصفات هؤلاء وصفهم الله تعالى بأنهم: أولا، أذلة على المؤمنين فلا يحاربونهم ولا يقفون ضدهم ولا ينابذونهم. ثانيا، أعزة على الكافرين أي أقوياء عليهم وغالبون لهم. ثالثا، يجاهدون لإعلاء كلمة الله عز وجل. رابعا، لا يخافون في الله لومة لائم. الآية الثالثة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. بين عز وجل أن أولياءه هم الذين اتصفوا بالإيمان بقلوبهم والتقوى بجوارحهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بين سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن لله أولياء من الناس وللشيطان أولياء، ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فأولياء الرحمن قال فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأولياء الشيطان قال فيهم: إنما سلطانه أي الشيطان على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال غير واحد من الشيوخ والعلماء: لو رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تنظروا وقوفه عند الأمر والنهي. وأولياء الله جل وعلا على طبقتين: الأولى السابقون المقربون، الثانية أصحاب اليمين المقتصدون. ذكرهم الله عز وجل في عدة مواضع من كتابه العزيز، في أول سورة الواقعة وآخرها، وفي سورة الإنسان والمطففين، وفي سورة فاطر. والجنة درجات متفاضلة تفاضلا عظيما، وأولياء الله المؤمنون المتقون في تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواهم. أقسام الناس مع أولياء الله عز وجل: القسم الأول مفرطون، القسم الثاني مفرطون، القسم الثالث وسط. المفرطون من إذا اعتقد في شخص أنه ولي لله وافقه في كل ما يظن أنه حدث به قلبه عن ربه عز وجل وسلم إليه جميع ما يفعله. المفرطون من إذا رآه قال أو فعل ما ليس بموافق للشرع أخرجه عن ولاية الله بالكلية وإن كان مجتهدا مخطئا. الثالث وسط من لا يجعله معصوما ولا مأثوما إذا كان مجتهدا مخطئا، فلا يتبعه في كل ما يقوله ولا يحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده. كرامات أولياء الله عز وجل ثابتة وآية للرسول وغير لازمة للولي.
ثابتة لهم الكرامات التي يكرم الله بها أولياءه المتقين، وخيار أولياء الله كراماتهم لحجة في الدين أو لحاجة بالمسلمين. آية للرسول، فهي إنما حصلت ببركة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي في الحقيقة تدخل في آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، غير لازمة للولي، فالكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل، فإذا احتاج إليها لضعف الإيمان آتاه منها ما يقوي إيمانه ويسد حاجته، ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيا عن ذلك فلا يأتيه مثله. ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة. خوارق العادات، وهي ما يأتي على خلاف ما اعتاده الناس، كأن يطير في الهواء أو يمشي على الماء، وهي على 4 أقسام: الآية، الكرامة، المعجزة أو الفتنة، والفضيحة. الآية تكون للأنبياء ولا يقال معجزة، لأن هذا الذي ورد في القرآن، والمعجزة قد يعجز عنها بعض الناس وتكون لغير الأنبياء، ولا يمكن لأحد ادعاء آية بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. الكرامة تكون لأولياء الرحمن، وهم الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى، مثال الكرامة ما حصل مع أصحاب الكهف. المعجزة أو الفتنة تكون لأولياء الشيطان، نعرفها بمعرفة حال الشخص، لا إيمان ولا تقوى، ومثال المعجزة ما يحصل من الدجال. الفضيحة كل من كذب على الله فضحه في الدنيا قبل الآخرة، ومثال الفضيحة ما حصل من مسيلمة الكذاب، إذ أنه نفث في عين مريض فعمي. أقسام الناس مع خوارق العادات: مكذب وغالي ووسط. المكذب يكذب بوجود ذلك لغير الأنبياء، وربما صدق به مجملا، وكذب ما يذكر له عن كثير من الناس لكونه عنده ليس من الأولياء. الثاني غالي، يظن أن كل من كان له نوع من خرق العادة كان وليا لله. الثالث وسط، يصدق أن الله يعطي من يشاء من عباده ما شاء من كرامة في شكل خوارق للعادة، ولكن ليس كل خارق كرامة، بل قد تجري الخوارق على أيدي السحرة والدجلة. ونذكر مختصر الفروق بين أولياء الله وأولياء الشيطان من كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أولياء الله جل وعلا يتبعون الكتاب والسنة، وأولياء الشيطان يخالفون الكتاب والسنة. أولياء الله جل وعلا يتصفون بالإيمان والتقوى، الناس معادن وتفاضلهم التقوى. أولياء الشيطان يتصفون بالكفر والفجور والكهانة والسحر والجنون والمكاشفات. أولياء الله يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخرجون عن شريعته. أولياء الشيطان يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجون عن شريعته. أولياء الله يحثون الناس على اتباع النبي وتأدية الفرائض والدعاء. أولياء الشيطان يحثون الناس على اتباعهم ولا يؤدون الفرائض ولا يدعون الله. أولياء الله يعتقدون أن النبي أفضل من الولي، وليس الولي بمعصوم بالإجماع. أولياء الشيطان يعتقدون أن الولي أفضل من النبي، وأنه يعصم، وأن له أن يخالف الإجماع. أولياء الله الإيمان والتقوى سبب كرامتهم، الجزاء من جنس العمل. أولياء الشيطان تكون لهم معجزة أو فتنة أو فضيحة، ولا يمكن أن يكون أحد من الكفار والمنافقين وليا، ويمدحون الكفار. أولياء الله ينبغي أن يحبوا في الله ويوالوا فيه. أولياء الشيطان ينبغي أن يبغضوا في الله. أولياء الله يخافون من النفاق ولا ينخدعون. أولياء الله لا يتميزون عن الناس وتظهر عليهم السنة. أولياء الشيطان يتميزون عن الناس باللباس والحلاقة وغيرهما ويتشبهون بالكفار. أولياء الله ليس عندهم إفراط ولا تفريط، أولياء الشيطان عندهم إفراط وتفريط. أولياء الله يتصفون بالإيمان ظاهرا وباطنا، أولياء الشيطان يفرقون بين الإيمان الظاهر والباطن. أولياء الله من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم علم الظاهر فقط لا الباطن فهو كافر. أولياء الشيطان يعتقد أتباعهم أنهم يعلمون الباطن. أولياء الله لا مثيل لولاية محمد صلى الله عليه وسلم. أولياء الشيطان يعتقد أتباعهم وحدة معدن الأنبياء والأولياء. أولياء الله يحتجون بالقضاء والقدر على المصائب فقط لا على المعائب. أولياء الشيطان أهل بغي، عند الطاعة قدريون وعند المعصية جبريون. أولياء الله لا يصرون على الذنب، وهذا من علامات محبة الله للعبد. أولياء الشيطان يعتقدون بالحلول ووحدة الوجود، وتتلبسهم الشياطين فيظنونها ملائكة، يعتقد فيهم أتباعهم خصائص النبوة وصفات الملائكة. أولياء الله أماكن العبادة عندهم المساجد، وأولياء الشيطان يتخذون القبور مساجد. أولياء الله غاية الكرامة عندهم في لزوم الاستقامة،
أولياء الشيطان يفعلون ما يقوي الأحوال الشيطانية من السماع والمكاء والتصدية. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأصل السادس فقال: رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا، أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتميا لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق أو مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا، خلقا وأمرا، في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة. قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. قول المصنف رحمه الله: والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا. الاجتهاد في اللغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق، وفي الاصطلاح بذل الجهد لإدراك حكم شرعي. ومن شروط الاجتهاد أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها. ثانيا أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك. ثالثا أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع. رابعا أن يعرف من الأدلة ما يخالف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. خامسا أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. سادسا أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها. لو سأل السائل: هل يتجزأ الاجتهاد؟ نعم، الاجتهاد يتجزأ، فيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من المسائل. ويجب على المجتهد أن يبذل جهده، ثم إن ظهر له حكم حكم به، فإن أصاب فله أجران: أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق، لأن في إصابة الحق إظهارا له وعملا به، وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور له. أما إن لم يظهر له حكم وجب عليه التوقف، وجاز التقليد حينئذ للضرورة. التقليد على موضعان: الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الثاني أن يقع للمجتهد حادث تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ. والتقليد على نوعان: عام وخاص. العام وهو أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصته وعزائمه في جميع أمور دينه، وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني الخاص، أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق، سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. ثم ذكر المصنف رحمه الله الخاتمة فقال: آخره: والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إلى هنا ختم المصنف رحمه الله هذه الرسالة. نسأل الله تعالى أن يثيب المؤلف أحسن الثواب، وأن يجمعنا وإياه في دار كرامته، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.